بيبدأ فيلمنا بصور لظابط في الجيش وهو بيدرب جرو صغير، وبنشوف صور لمراحل عمرية مختلفة للكلب ده، وكل الصور دي بيكون المدرب بتاعه معاه فيها. بعدها بيصحى جاكسون من النوم بيلاقي نفسه بقى على الأرض جنب السرير، وبيبقى باين عليه إنه متعود على الموضوع ده بعد الإصابة اللي اتعرض لها في دماغه وهو في الجيش. فبيلبس هدومه عادي جدا وبيروح شغله اللي في مطعم الوجبات السريعة، وبيبقى باين عليه القلق والاضطراب لدرجة إنه بيحط مكونات غلط في سندوتش واحد من العملاء فبيتنرفز عليه، وساعتها بيعتذر له جاكسون وبيعمل له سندوتش تاني. وبعد الشغل بيكلم جاكسون مسؤولة في مكتب توزيع الجنود على كتايب الجيش علشان يراجع معاها طلبه للرجوع للكتيبة بتاعته مرة تانية، لكنها بتفهمه إنه صعب يرجع للجيش مرة تانية، ده طبعا بعد الإصابة اللي اتعرض لها في دماغه، بس بيفهمها إنه عمل فحص طبي كامل ونتائجه كانت ممتازة. فبتعرفه إن القائد بتاعه لازم يأكد على الكلام اللي هو بيقوله. بيقول لها إنه حاول يكلمه أكتر من مرة لكنه ما بيردش، وهنا بتأكد له إنه لو ما جابش توصية من القائد بتاعه خلال يومين مش هيقدر يرجع للجيش غير السنة الجاية. وتاني يوم وهو بيكسر خشب جنب البيت بتاعه بيجيله اتصال من القائد بيقول له فيه إنه صديقه في الكتيبة مات، وبيعرفه إن كل زمايله هيبقوا موجودين بكرة في الحانة اللي اتعودوا كلهم يسهروا فيها مع بعض علشان يحيوا ذكراه. فبيتأثر جدا وبيأكد له إنه هيقابلهم هناك. وتاني يوم الصبح بيركب عربيته وبيروح للحانة وبيفضلوا يشربوا وبيغنوا أغاني الجيش، وبالليل بيكون واحد زميلهم سكران ومش قادر يمشي، فبيسندوا جاكسون هو والقائد لحد ما بيركبوا عربيته. وبيطلب جاكسون من القائد إنه يقدم له توصية في مكتب توزيع الضباط للجيش علشان يرجع لكتيبته مرة تانية، لكن القائد بيرفض وبيقول له أنت حالتك الصحية ما تسمحلكش إنك ترجع للجيش تاني. فبيعرفوا جاكسون إنه بعت له على الميل تقرير طبي بيثبت إن حالته الطبية ممتازة جدا، وطبعا القائد ما بيصدقوش علشان باين عليه الكذب. ولما بيروح القائد للعربية بينزل جاكسون على ربته جنب العربية وبيترجى إنه يرجع الكتيبة مرة تانية، لكن برضه القائد بيرفض وبيسيبه ويمشي. وتاني يوم بيكون جاكسون نايم في عربية في الشارع، بس بيتفاجئ بالقائد وهو بيصحيه وبيطلب منه إنه يقابله بكرة الساعة 7 في الكتيبة 30. وتاني يوم الصبح بيروح جاكسون للكتيبة بيلاقي كتيبة الحراس اللي هناك بيتدربوا تدريبات مكثفة، وبيعرف من القائد إنهم هيروحوا سوريا خلال 24 ساعة. وهنا بقى بيفتكر جاكسون إن القائد عاوزه عشان يروح سوريا مع كتيبة المشاة، لكن بيتفاجئ بالقائد وهو بيديله مهمة تانية خالص، وهي إنه ياخد لولو ودي كلبة زميلهم اللي مات، وإنه لازم يوصلها لأهله أريزونا علشان تكون ضيفة الشرف في الجنازة بتاعته زي ما أمه طلبت، وبعدين يرجعها المعسكر تاني عشان تتعدم بسبب شراستها اللي زادت جدا بعد موت رايه، ومحدش بقى عارف يتعامل معاها، وكل اللي بيحاول يدربها أو ياخدها معاه في مهمات بتعضه. بيعرفوا إنه لو نجح في المهمة دي هيدوله التوصية اللي هو عاوزها. ولما بيقف جاكسون بعدها قدام قفص لولو هو واتنين من الكتيبة بيشوفوه قاعد على الأرض وفي كمامة كبيرة على بقها، فبيدخل القفص كده وبيقرب إيده منها بحذر. في الأول بتفضل لولو هادية جدا، فبيأكد له زمايله إنها كلب هادية ومطيعة، بس أول ما إيده بتيجي على ودانها بتهجم عليه وبتوقعه على الأرض، وساعتها بيضحك زمايله عليه، وواحد منهم بيعرفه إنه نسي يقول له إنها ما بتحبش حد يجي جنب ودانها. وبعد كده بيدخل القفص اللي فيه الكلب في عربيته، وطول الطريق بتنبح لولو بصوت عالي جدا وبتتحرك بعصبية جوه القفص. ولما بيقف جاكسون قدام مكان متعود إنه يتدرب فيه على النشان بيفتح شنطة عربيته وبيفتح لها القفص، بعدين بيقلع لها الكمامة وساعتها حاولت تعضه، فبيقفل عليها القفص تاني وبيسيبها في العربية وينزل. بعدها بيدخل لصالة النشان وبيفضل يتدرب كتير جدا، بيسيب أول هدف وبعدين الرؤية قدامه بتبقاش واضحة، فبيبان عليه إنه متضايق جدا. بيطلع من جيبه علبة الدواء وبياخد منها حباية. في نفس الوقت في العربية بتكسر لولو القفص بتاعها وبتحاول إنها تخرج من العربية، وساعتها بيرجع جاكسون وبيلاقيها بتقطع في جلد الكراسي، فبيضطر إنه يستخدم مخدر الكلاب كان مديهوله القائد في المعسكر وبيرمي لها وبتاكله في ساعتها. بعدها بيكمل سواقة في هدوء من غير إزعاج لأن مفعول المخدر بيخليها هادية جدا على عكس طبيعتها. وفي نفس اليوم بالليل بيقف جاكسون قدام حانة وبيحاول يقرب من أكتر من واحدة، لكن كل محاولاته بتفشل، فبيطلع من الحانة وبيفتح شنطة العربية وبيحط لولو أكل وشرب. وتاني يوم الصبح بيبدأ جاكسون يتكلم مع لولو يفهمها إن صاحبها مات وإنها لازم تبقى كلبة هادية ومطيعة علشان ما يبقاش مصيرها الموت زيه. وفجأة بتنط لولو من العربية وبتجري ناحية الغابة، فبيوقف جاكسون العربية وبيدخل وراها الغابة، فبيلاقي آثار دم على شجرة، فبيتبع آثار الدم دي لحد ما بيدخل مشتل في بيت صغير في الغابة، وبيحس إن في حد بيراقبه، لكن بيفضل ينادي على الكلبة وبيدور عليها بحذر. وهنا بيتضرب عليه سهم تخدير صغير في ظهره وبيفقد الوعي. ولما بيفوق بيلاقي نفسه متكتف على كرسي وقدامه راجل شايل فاس في ايده وبيسأله انت مين وايه اللي جابك هنا. وساعتها بيعرفوا جاكسون انه موجود هنا بالغلط وانه بيدور على كلبته اللي هربت منه. ولما دخلت المشتل دخل وراها، لكن الراجل ما بيصدقوش وبيسيبه وبيمشي. وبيقدر جاكسون يحرر نفسه بيدور على اي حاجه ممكن يستخدمها كسلاح، فبيلاقي فاس وبياخدها عشان يأمن نفسه. وبيمشي جاكسون ورا الراجل لحد ما بيدخل بيته، بيشوف لولو قاعده ورجلها مجروحه والراجل ومراته قاعدين جنبها، ومراته بتعالج جرحها وبتقول لجوزها انت اتصرفت غلط مع صاحب الكلبه، فبيعتذر لها وبيفهمها انه ما كانش يقصد وانه كان فاكره حرامي. فبيحس جاكسون انهم ناس طيبين. ولما بتشوفوا جين مرات صاحب المزرعه جوس بتعتذر له على اللي جوزها عمله معاه وبتساله عن اسم الكلبه، فبيقول لها ان اسمها لولو، فبتعرفه انها عندها القدره انها تعرف الحيوانات بتحس بايه عن طريق الاتصال بحقل الطاقه بتاعهم. وساعتها بتطلب من جوزها وجاكسون انهم يسيبوها مع الكلبه لوحدهم. ولما بيطلعوا هما الاثنين بره البيت بيقرا جوس في كتاب لولو اللي اداه القائد لجاكسون، وبنعرف انه كتاب فيه كل انجازات لولو في المهمات العسكريه. وبعد شويه بتطلع جين وبتعرف جاكسون انها طهرت لها الجرح وانها دلوقتي احسن. ولما بيدخلوا
بيدخلوا معاها البيت تاني بتكون هاديه جدا ونايمه على الارض. فبتفهموا جين ان لولو خايفه وانها نفسها في الاكل الحار وسرير دافي. وبعد كده بيودعهم وبيكمل جاكسون طريقه مع لولو وبيتكلم معاها كانها حد فاهم كل كلمه هو بيقولها، وبيعرفها ان جوس وجين ناس طيبين جدا، ويبتدوا انه ينزلها من العربيه ويمشيها. بس نفس الموضوع بيتكرر دايما وبتهجم على اي حد غريب بتشوفه قدامها، وبيقدر جاكسون بصعوبه انه يتحكم فيه. وفي يوم هم راكبين العربيه بيعرفها ان بقالها 3 ايام بس وبعدها يقتلوها، وانه هيحقق لها امنيتها الاخيره وينيمها على سرير دافي. وبيقول لها انه ممكن يحجز لهم ليله في اوتيل كبير، بس المشكله انه مش هيقدر ياخدها معاه الاوضه، لكن بيعرفها انه هيتصرف يحقق لها اللي بتتمناه. وفي نفس اليوم بيوصلوا اوتيل هوليداي ان، وبيكون جاكسون لابس نضاره سودا على عينه وماسك في ايده عصايه، وفي ايده التانيه السلسله اللي رابطها في رقبه لولو على اساس يعني انها الكلبه اللي بتساعده انه يمشي. وبيبقى ملبسها بدله صغيره بجيوب، وفي الجيوب دي بيكون حاطط الادويه اللي المفروض انها بتاعته علشان لو حصل ليه حاجه الناس تاخد الدواء من الجيوب وتديها له. طبعا لما بتشوف موظفه الاستقبال الموقف ده قدامها بتوافق فورا انها تحجز لهم اوضه، واول ما بيطلعوا الاوضه بتجري لولو على السرير على طول. لكن جاكسون بيقول لها انها لازم تستحمى الاول، فبيروح الحمام وبيملى البانيو عشان يحميها، لكنها بتفضل واقفه على باب الحمام ومش راضيه تدخل. فبيغني لها بصوت حنين كده وبيقرب منها واحده واحده، وبعدها بتتجاوب معاه وبيقدر انه يحميها. ولما بتخلص الحمام بتاعها بيشغل لها تلفزيون وبيديها الاكل بايديه، لكن الكلبه ما بترضاش تاكل غير لما بيحط لها الاكل على الكنبه. وفي نفس اليوم بالليل بيلبس جاكسون وبيستعد للخروج، فبتجيب له البدله بتاعتها علشان تخرج معاه، فبيقول لها انه مستحيل ياخدها معاه. واول ما بيخرج من الاوضه بتفضل تنبح بصوت عالي جدا، فبيرجع ياخدها تاني. ولما بينزلوا من الفندق بتشوف لولو واحد عربي لابس جلابيه، فبتجري من جاكسون وبتهجم عليه، فبيجري جاكسون وراها وبتقع النضاره من على عينيه وبيقدر انه يبعدها عنه. وكل اللي في الفندق بيكتشفوا انه بيشوفه وكان بيخدعهم، فبيتقبض عليه والكلبه بتتحجز في اوضه لوحدها. فبيحاول جاكسون انه يفهم الضابط انه لازم يخرج من الحجز عشان يوصل الكلبه لجنازه صاحبها اللي هتبقى بعد 3 ايام، لكن الضابط بيصمم انه يحبسه. وتاني يوم بيقف جاكسون في طابور العرض ما بين المجرمين، وبيكلم الضابط من ورا الازاز وبيفهمه انه مش مجرم وانه من كتيبه المشاة في الجيش، والكلبه دي كانت مجنده في الحرب وكانت مهمتها انها تهجم على الناس اللي لابسين لبس شبه الدكتور فريد اللي هجمت عليه في الفندق، وبيعرفوا انها انقذت ارواح ناس كتير جدا في الحرب. واخيرا بيقرر الضابط انه يفرج عنه وعن الكلب، وفعلا بيروح جاكسون للقسم ياخد الكلبه معاه وبيلم حاجته ويمشي. ولما بيقف في العربيه شويه عشان يستريحوا في الطريق بيقعدوا هما الاثنين جنب بعض، وبيعرف من الكتاب بتاع لولو ان لها اخ، وبيلاقي عنوان الراجل اللي اتبناه موجود في الكتاب، فبيوعدها انها لو اتصرفت كويس هيوديها تشوف اخوها. وبعدين بيسلموا على بعض وبيمشوا. وقبل ما يوصلوا البيت اللي فيه اخوها بيقف جاكسون قدام بيت طليقته وبنته، وبياخد عروسه كده جايبها لبنته وبيروح علشان يشوفها. وبعد دقيقتين بالظبط بيرجع جاكسون للعربيه وبيرمي العروسه للكلبه، وبنعرف ان طليقته مش مرحبه بانه يزورهم. بعدها بياخد لولو وبيروح للبيت اللي اخوها فيه، واول ما بتنزل من العربيه بيجري اخوها عليها وهي بتقف على رجلها اللي ورا وبتحضن صاحب اخوها، وبيطلع انه كان في الجيش وكان مسؤول عن تربيتها وتدريبها هي واخوها. وبيستغرب جاكسون لانه اول مره يشوف لولو بتتعامل مع حد بحب لدرجه انها تحضنه. ولما بيفهموا زميله انه لو رفع ايده الاثنين هتجري عليه وتحضنه، فبيقرر جاكسون انه يعمل كده، بس صمم انه يلبس لبس بدله تدريب الكلاب. وبيعرفوا انها كانت هتقتله 3 مرات قبل كده. ولما بيرفع ايديه زي ما زميله قال له بتفضل لولو واقفه مكانها، واخوه هو اللي بيجري عليه وبيعضه في دراعه، بس البدله بتحميه. وبالليل لما بيخرج جاكسون مع لولو عشان يكملوا طريقهم ساعتها بيكتشفوا ان العربيه اتسرقت، وان اللي سرقها وقعت منه السلسله بتاعته في العربيه. فبيشمم صاحب جاكسون سلسله الحرامي للكلبه، فبتجري وهما بيجروا وراها لحد ما يوصلوا المكان بينام فيه المتشردين، وبتقف قدام خيمه صغيره. ولما بيدخل جاكسون الخيمه بيلاقي فيها حاجته كلها. ولما بيتعرض لهم المتشرد اللي سرقه بيتخانق مع جاكسون وبيضربه، وبعدها بيسيبه ويمشي. وبالليل وهما في الطريق بتكون الدنيا بتمطر ولولو بتبقى هاديه جدا وباين عليها الحزن، فبيفهمها جاكسون انها لازم تفضل هاديه وحزينه كده في الجنازه، لان كل الموجودين هناك هيكونوا عايزين يشوفوها حزينه على موت صاحبها. وفجاه بتاعتها العربيه وبينزل جاكسون عشان يصلحها، لكنه بيفشل. بعدها بيحاول يتصل باي حد يساعده بس ما بيلاقيش شبكه في التليفون، فبيلبس الشنطه اللي فيها حاجتهم على ظهره، بياخدوا الكلبه وبيكمل ماشي لحد ما يلاقي مستودع صغير ما فيهوش حد، فبيفتح الباب وبيدخل هو ولولو. واول ما بتسمع الكلبه صوت الرعد بتخاف وبتطلع تقعد على كرسي وما بترضاش تنزل من عليه. وساعتها بيطلع جاكسون CD من الكتاب بتاعها وبيشغله وبياكل لولو في بقها. وتاني يوم الصبح بيكون يوم الجنازه، وبيجري جاكسون مع لولو على الطريق وبيمشوا مسافه كبيره جدا على رجليهم، وبيفضل يشاور جاكسون العربيات عشان حد يوصله في سكته. وبيعدي وقت كبير جدا لحد ما توقف لهم عربيه، ويفضلوا راكبين لحد ما يوقف لهم السواق قبل مكان الجنازه بشويه، فبيكملوا الحبه دول ماشي. وبعد شويه بتتعب لولو وبتنام على الاسفلت وما بترضاش تتحرك، فبيشيلها جاكسون على كتفه وبيمشي بيها لحد ما يوصلوا الجنازه. وعلشان ما لقوش جثه صاحبهم وهو بيخدم في الجيش فبيبقوا حاطين صورته وحواليها ورد كتير، وجزمه الجيش بتاعته بتكون محطوطه قدامهم على الارض. واول ما بتشم لولو ريحه صاحبها بتفضل تنبح بصوت عالي، فبيحررها جاكسون من السلسله، وساعتها بتجري ناحيه جزمه صاحبها وبتنام جنبها بهدوء وحزن. ولما بينضرب نار التحيه العسكريه لصاحبها بيحط جاكسون ايده عليها علشان يهديها. وبعد الجنازه بيسلم الشنطه اللي فيها متعلقات زميله اللي مات لامه وبيسلم عليها وبياخد لولو وبيمشي. وساعتها بيرجع تاني للمكان اللي كان سايب
بيسيب فيها عربيته، ولما الميكانيكي بيصلحها بياخد الكلبه وبيمشي. وفي نفس اليوم بيقف في مكان صحراء بيفك السلسله اللي في طوق لولو، وبيطلب منها وهو حزين انها تمشي وتحرر نفسها بدل ما يوديها الجيش وتموت، لكنها ما بترضاش تسيبه وتمشي. وفي نفس اليوم بالليل بيباتوا في فندق على الطريق، وبيحس جاكسون بالالم اللي بيجيله في راسه من اصابه الحرب، فبيقع في الحمام. وساعتها لولو بتكون حبته جدا وبتبقى قلقانه عليه وبتجري ناحيته وبتنام على دراعه. وتاني يوم الصبح بياخدها وبيروح للمعسكر، وبيفتح شنطه العربيه عشان يسلمها للضابط المسؤول عنها، واللي بيكون مستنيها بعصايه في اخرها طوق علشان يحط حوالين رقبتها. فبيفهموا جاكسون انها بتأهدى كتير من الاول وان مفيش داعي انهم يقتلوها. فبيرد عليها الضابط وبيقولوا ان الموضوع ده مش من اختصاصه وانه بينفذ الاوامر وبس. وبيقرب العصايه من لولو فبتفضل تنبح بعصبيه، وهنا بيحاول جاكسون انه يهديها، بيحط هو الطوق اللي في العصايه حوالين رقبتها وبيودعها، وبينزلها الضابط من العربيه بعنف جدا. وجاكسون بيركب عربيته وبيمشي، لكن بيشوف في المرايه ان الضابط بيعاملها بأسوأ، وساعتها بيبقى حزين جدا وبيقرر انه ما يسيبهاش. وفعلا بيرجع للضابط مره تانية ويفهمه ان هي عنيفه معاه علشان نسي يلبسها البدله بتاعتها. واول ما بيشيل جاكسون الطوق من على رقبتها بتطلع جري على العربيه، وهو بيركب العربيه وبيطلع بيها بسرعه. وفي النهايه بيتبناها وبيقدر انه يرجع علاقته بطريقته انها تبقى كويسه مره تانية. وبيقضي بعدها كل وقته مع الكلبه لولو اللي رجعته للحياه مره تانية، وبيكتب لها في الكتاب بتاعها شكرا علشان انقذت حياتي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل فولو للقناه وتكتب لي رايك في كومنت. اشوفكم على خير.